اكيد انك عارف مده التركيز ديال الناس ولات قصيره بزاف، وحتى واحد ما بقى باغي يشوف الاشهارات التقليديه الممله. داكشي علاش حنا كمسوقين ضروري خصنا نبتكروا حلول، والحل ديال هذا المشكل هو تخدم استراتيجيه كتركز على 80% ديال المحتوى و20% ديال الاشهار. كيفاش؟ عطي للناس محتوى كيهتموا به في المجال ديالك، دخل الاشهار بطريقه ذكيه وسط المحتوى، رجع كمل المحتوى بشي حاجه خفيفه كتبين نتيجه المنتج او الخدمه اللي دويتي عليها في الاشهار بلا ما تقولها بطريقه مباشره. باش نفهموا هادشي مزيان غناخذوا مثال ديال بزنس العنايه بالبشره. بنت كتشارك روتينها الصباحي للعنايه بالبشره، كتدوي على الترطيب والوقايه من الشمس بطريقه طبيعيه ومفيده. وسط هذا المحتوى اللي كتشارك كتقول في واحد اللقطه انا كنستعمل هذا السيروم من البراند اكس حيت فيه فيتامين سي وكيعطيني النضاره ولمعان، وكتكمل وكتختم الفيديو ديالها بلقطه زوينه خارجه فرحانه في مقطع كتنشر فيه الحيويه للمشاهد، وكتقول دابا انا مستعده ندوز نهار جديد. واخر حاجه كتشارك معهم نصيحه كتقول فيها لا ما اهتميتيش براسك غتبقاي ديما قنطانه ومعمر نهارك غيدوز مزيان. دابا اجي نشوفوا علاش هاد الطريقه خدامه. هنا المتابعين غيبقاو كيتفرجوا حيت الدماغ كيهرب من الاعلانات، كيبغي سواء الترفيه او المحتوى اللي فيه قيمه، والاشهار وسط هذا السياق كيف ما في المثال اللي درنا كيدوز بسلاسه وبلا ما يضايق المشاهد. الخلاصه بلا ما تحاول تدفع الاشهار بقوه وغيولي جزء من التجربه.